من المهم قوي في نهاية كل شهر ان احنا نقعد مع نفسنا جلسة كده، جلسة تخطيط طبعا للشهر الجديد، وكمان الاهم جلسة التقييم للشهر اللي خلص. هتفيدنا في ايه جلسة التقييم للشهر اللي خلص وازاي هنعملها؟ ده اللي هنعرفه مع بعض بطريقة عملية في الفيديو ده. اهلا بيكم في فيديو جديد. جلسة التقييم للشهر اللي خلص ده بتفيدنا في ايه؟ بتفيدنا في ان احنا بنعرف ايه اللي انجزناه في الشهر ده، ايه اللي حققناه وقدرنا نستفيد بالخطة اللي حطيناها ازاي، وكمان ايه اللي فشلنا فيه او ايه اللي محققناهوش، وكمان ايه الاسباب اللي خلتنا ما نحققش الجزء ده من الخطة اللي احنا حاطينها. أنا كده جيت بطريقة عملية وقعدت مع نفسي في جلسة تقييم شهر يناير 2023، وقعدت مسكت الخطة بتاعتي كده السنوية والخطة الشهرية اللي أنا حطيتها للشهر ده. ابتديت أشوف إيه النقط اللي أنا حطيتها وإيه اللي أنا حققته منها، حققت بنسبة كام في المية في كل بند من البنود اللي أنا حطاها لنفسي خلال الشهر. الحقيقة أنا عن نفسي لقيت نفسي أخفقت في شوية حاجات كده، فابتديت أركز إيه الحاجات اللي أنا وقعت فيها وليه، وإزاي أتفاداها وأنا بخطط لشهر فبراير إن شاء الله. أول حاجة مثلا لقيت إن أنا حماس البدايات خدني قوي. حماس البدايات مع بداية سنة جديدة والواحد بيبقى مليان نشاط وحيوية وطاقة، عايز أبدأ السنة الجديدة بأهداف جديدة وعايز أحقق حاجات كتيرة في السنة الجديدة. كمان أول شهر يناير، فدي بداية سنة وبداية شهر، فالحقيقة إن الحماس خدني قوي ولقيت نفسي إن أنا حاطة كمية أهداف وكمية روتينات وعادات عايزة أمشي عليها وأحققها، وكأن ده الشهر ده بالسنة كلها. الحقيقة إن أنا طلعت لي حاجات كده في نص الشهر خلتني لأ. وكمان لقيت إن أنا كمية الحاجات اللي ورايا دي حسيت شوية بالعجز، ممكن تخليني اللي هو ايه ده، انا مثلا مش قادرة احقق كل ده. فده بيخلي الواحد يحس بالعجز ويحس باليأس، ان هو لا انا مش هعرف امشي على الخطة، ولا انا مش هقدر احقق. والحقيقة ان ده كله في البداية كان بسبب حماس البدايات. كده يبقى اول حاجة انا اخلي بالي منها وانا بحط الخطة بتاعة الشهر الجاي، ان انا اخلي الحماس شوية معتدل، ما بقاش انا هعمل وهسوي وفي الاخر الاقي الدنيا معايا في النازل. فدي اول نقطة، وازاي هتفيدني في معالجة الخطة الجديدة بتاعة الشهر الجديد. تاني نقطة لقيتها حاصلة معايا، ان انا لقيت ان انا مش حاطة اوقات راحة، مش حاطة اوقات لنفسي او لجسمي والعقلي ان هو يرتاح. كل يوم في مهام جديدة وكل يوم في خطوات تجاه الخطة اللي انا حطاها لنفسي، ونسيت جسمي ونسيت عقلي ونسيت ان انا محتاجة اريح وان انا محتاجة افصل شوية ولو يوم حتى في الاسبوع. فده هراعيه ان شاء الله في الخطة بتاعة الشهر اللي جاي، وابتدي احط يوم كل اسبوع انا مش هعمل فيه حاجة، مش هحقق حاجة في الخطة، يا دوبك بس امشي على الروتينات اللي انا متعودة عليها او اللي انا محدداها لنفسي في السنة الجديدة. لكن اليوم ده هيكون للأنتخة وبس، للراحة ولتفضية الدماغ ولشحن الطاقة عشان أقدر أكمل. كمان في بداية السنة بيكون في أجازات الأعياد للإخوة المسيحيين وأجازات رأس السنة والكلام ده كله. فلقيت إن أنا في وقت أجازة، في كذا يوم أجازة، الولاد كده كده بدأوا أجازة نص السنة خلاص، وكمان جوزي قاعد أجازة. فالوقت ده وقت الأجازة ما بيبقاش وقت بالنسبة لي مسعف كفاية ان انا اقدر اقعد مع نفسي واقدر احقق واقدر انجز الحاجات اللي انا كاتباها. فوقت الاجازة ده كان بالنسبة لي وقت مضغوط، بننزل كتير وبنروح زيارات وبنقضي رأس السنة مع العيلة والكلام ده كله، فده خد مني وقت وضغطني شوية.
كمان وقت الأجازة بالنسبة للولاد بيكون وقت الإرهاق فيه جامد، الطلبات فيه كتير. عايزين كذا يا ماما، ننزل نروح في الحتة الفلانية، يلا مش عارف ايه، بنلعب بالألعاب. البيت فيه طبعا كركبة، طول الوقت بلف بعمل حاجات في البيت، بعمل حاجات للولاد، مواعيد نوم وصحيان ملخبطة، عايزين نقعد شوية، عايزين نتفرج على التلفزيون شوية، الكلام ده كله. فاليوم نفسه ملخبط شوية. ده بسبب اجازة نص السنة. فانا برضو دي حاجة ما عملتش حسابها في التخطيط، ان انا في الوقت ده مش هقدر اكون بكامل طاقتي وبكامل تواجدي في حياة نفسي عشان احقق الاهداف دي. دي شوية حاجات انا لاحظتها وانا قاعدة بقيم الشهر اللي فات، شهر يناير. وحطيت قدام كل بند من البنود اللي فيها اخفاقات دي ازاي هعالج في الشهر الجديد وازاي هتفادى ده. وكمان حطيت في دماغي ان انا اول اسبوعين في شهر فبراير هنكون لسه في اجازة نص السنة، ومن النص التاني لشهر فبراير هنكون خلاص بدأنا الدراسة. فالنص التاني من شهر فبراير ده هيكون وقت انجاز اكتر بالنسبة لي في فترة الولاد وهما في المدرسة. ده كده الفيديو بتاع النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا. مهم قوي ان احنا نقعد ونعمل جلسة تخطيط، جلسة تقييم سوري للشهر اللي خلص، وفي نفس الوقت اللي انا قاعدة بخطط فيه للشهر الجديد. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله.